تعليمه سريه ولا استطيع ان انشر التعليمه باش ما نبينش المصدر تاعي، باش ما نعطيش المصدر تاعي. مصدر رسمي من وزاره الماليه يدق ناقوس الخطر ويقول رئيس الجمهوريه ما عندناش باش نخلصوا الموظفين تاع الوظيفه العموميه لي فونكسيونير تاع الدوله، ما عندناش باش نخلصوهم نهايه يعني شهر رمضان، هم خلصوهم، يعني الشهر القادم ما عندناش باش نخلصوهم، لازم لنا حل. الجواب جاهم اطبع، كمل طباعه. الطباعه هذه الامبريمونت راهي تمشي من 2017 من حكومه ويحيى. ويحيى لما جاء بعد تبون، بعد إقالة رئيس الحكومة أو الوزير الأول عبد المجيد تبون، جاء بعده ويحيى وجد أن الخزينة العمومية في أزمة، في أزمة ما دراش تبون يعني من قبل طبعا. إذن راح للبرلمان وطلب رخصة من البرلمان الجزائري بغرفته لطباعة أوراق مالية يعني مديونية داخلية عوض اللجوء إلى المديونة الخارجية، لأنه يحيى كان مخير ما بين خيارين لا ثالث لهما، يا إما مديونية خارجية يروح يدي من القرض الدولي أو صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو أي بنك يدي قروض ملايير ويبقى مرهون، يا إما يستدين استدانة داخلية، يدي يطبع الدراهم على أمل أنه كي تعمل الخزينة من البترول كي يدخلوا الدراهم يعوض هذه في هذه يضرب في هذه وخلط الدومين وخلاص. البرلمان ناقشوه أهل الاختصاص، قال له نعطوا لك نظن 5 سنين، معناتها نهاية 2022 خلاص لازم، قال لهم احنا لازم لنا على الأقل 4 سنين 5 سنين باش يتعافى الاقتصاد الجزائري ونقدروا نخلصوا الديون الداخلية اللي هي الطباعة الامبريمونت يحبسوها. عطاو له 5 سنين، ضربنا 2017 18 19 20 21 22 ومن بعديك ويحيى ركب البريز نتاع الامبريمونت راهي تمبريمي ودخل الحبس، نساوها الامبريمونت نساوها راهي مازال تطبع، اضرب من 2022 رانا في 2022 23 24 25 الان مازالها تطبع. دقوا ناقوس الخطر قال زيد كمل دير روحك ما شفناش احنا خاطينا. ويحيى هو اللي حصلوها في ويحيى، قال هو اللي ركب البريز تاع الامبريمونت راه تمبريمي اللي كش ما هضر معنا قال خاطينا. راهي لحد الان معناتها تضخم مالي رهيب، معناتها سعر الدينار راح ينزل الى مستويات قياسيه، سعر الدينار راح يولي يتكركر من الجوان، راح يولي يتكركر، معناتها راح الاورو يولي درك راهو مش عارف انا 25 وزياده، معناتها راح يولي 30 او بالك استغفر الله ربي اكثر من 30. سعر الدينار راح ينخفض وراح يتكركر، ندخلوا في ازمه اقتصاديه خانقه رهيبه.